بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة هنعمل أكلة تشرف أي عزومة، وريحة الطبخ بتاعك هتملى البيت كله وتخطف القلوب. محشي باذنجان، بس مش أي محشي باذنجان، ده محشي عملت له صوص أول مرة تشوفوه، بس هيخلي طعمه فخامة الفخامة، وعليته بفراخ متبلة ومحمرة تاخد العقل. هنسويها على البخار، كل خطوة فيها حب، وكل ريحة هتقولك الطبق ده معمول بجدعنة ست بيت فاهمة الطبخ صح. تابعوا معايا خطوة بخطوة وخلينا نقدم طبق يفرح الكل، الصغير قبل الكبير. بعد الفاصل، لكن لو لأول مرة بتشوفوني، معكم قناة هنمود، بقدم أكلات نفسي وكمان أكلات لزوجي الشيف ميمو. يا رب تنال إعجابكم. لو نالت إعجابكم تنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ومشاركة الوصفة مع أصدقائكم وأحبائكم علشان تعم الفايدة. بعد الفاصل تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى تتبيله للفراخ، على بال بقى ما نقور الباذنجان ونعمل الخليط بتاعنا والحبشتكنات دي. هنعمل ايه كالاتي: هنجيب فصين توم مهروسين، فصين توم مهروسين كده اهو. هنحط عليهم دول معلقتين كبار عصير ليمون، معلقتين كبار عصير ليمون، يعني حوالي ليمونتين صغيرين، طبعا حسب الليمون بتاعك بيعصر قد ايه. دول معلقتين كبار يعني بالويم، طبعا الليمون غالي احنا عارفين. هنحط بقى ايه كمان؟ نحط معلقه كبيره خل، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضيفها على عصير الليمون، يبقى معلقتين عصير ليمون ومعلقه كبيره خل. وبعدين معلقه كاتشب او معجون طماطم، معلقه كاتشب او معجون طماطم، وكمان معلقه كبيره زيت، معلقه كبيره زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كبيره زيت. وبعدين معلقه كبيره بهارات دجاج، معلقه كبيره بهارات دجاج، بسم الله ما شاء الله كده اهو، تمام. وكمان او كاري، خلاص ما عندكيش بهارات دجاج حطي كاري، يبقى معلقه كبيره بهارات دجاج او كاري. فلفل اسود طبعا، ملح طبعا انا بفرم الثوم مع ملح فهخلي بالي بس من الملح عشان ايه ما يخدعناش. نص معلقه كمون اهي، كمان معلقه صغيره سكر، ودي حاجه اختياري، معلقه صغيره سكر ودي حاجه اختياري. ونقلب بقى هذا الخليط، بسم الله الرحمن الرحيم. نعمله لكم عشان تشوفوه، علشان يعني انا عايزه حاجه كبيره احط فيها الفراخ بتاعتي. اقلب كده 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 كده، التوابل بس ايه تندمج مع بعضها. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم الفراخ بتاعتنا، وبسم الله الرحمن الرحيم نقطعها، هي متقطعه يعني ان نعملها شقوق كده، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ندخل فيها التتبيله. وعلى فكره الصوص لاي قطع دجاج، وراك، صدور، اي حته من الفرخه اعمليها بالتتبيله دي، تمام كده. هقطع بقى كل الكميه، اعمل لها شقوق علشان تتشرب وتدي منظر حلو. لما تيجي هنشوف مع بعض انا قصدي ايه، لكن هي بتبقى منظرها جميل وبتتشرب وتتبل حلو قوي. المهم ان احنا نسيبها نركنها من بالليل للصبح، يبقى يا سلام يا سلام احسن. لكن لو مش تركنيها من بالليل للصبح يبقى على الاقل 30 دقيقه نسيبها في التتبيله بتاعتها. امسكيها بقى يا ست الكل. انا يعني شرطت الفراخ كده، عملت لها فتحات. همسكها بقى اعمل ادخل التتبيله في كل الفتحات دي كويس قوي، وتدعكيها كده اهو بالصلصه، تدعكيها بالصوص سوري، وتسيبيها. قلت لك لو مش من بالليل للصبح يبقى يا سلام. لو صحيتي بدري وعارفه انت تعملي الاكله دي، اعمليها من الصبح وسيبيها لحد وقت الغداء. طيب اتزنقتي وما عندكيش وقت او اتفاجئتي ان انت تعملي، ساعات الانسان يقول لا طب انا هعمل كذا ويقرر في الاخر، خلاص يعني سيبي لها نص ساعه وهيبقى اكتر كمان على بال ما تجهزي حاجه المحشي بتاعك، تمام. عايزه اقول لكم والله العظيم ريحتها تجنن ريحه التتبيله تحفه.
انا هجيب لكم بس عينه من الباذنجان قدام حضراتكم، علشان لو في بنوته انت بتجيبيه بتشيلي العرق بتاعه الاخضر، وتشيلي الاخضر ده، وبعدين يعني بالسكينه كده تشيلي الراس اللي فوق بتاعت الباذنجان علشان تعملي فتحه تقوري فيها. اقول لك على حاجه سهله جدا تقوريها بمنتهى السهوله. بصي بقى يا ست الكل، عايزاه يعني يتقور في ثواني، تقومي جايباه كده بسم الله ما شاء الله، عاملاه كده اهو، دحرج وتتكي حاجه بسيطه، يعني ما تتكيش قوي لانه مش مستحمل ما شاء الله، هو كان طازه اهو بصوا. وتقومي جايبه المقوار بتاعك، انا بس بوريكي اكزامبل. خلي بقى ده ما بنرميهاش، والله ساعات بغسلها واديها لاولادي ياكلوها، او بحطها في قاع الحله. تمام. بتقومي اهي بصوا مفيش اسهل من كده اهو. تمام. ولا يتشرخ بقى يا ست البنات ولا اي حاجه، اعملي بس الحركه دي وتوكلي على الله. ولو ضيق اكتر من كده بالراحه عليك، يعني عليه يعني، وانت بتعملي المقوار واحده اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا يعني هي قورت نفسها بالحركه اللي انا عملتها. نعمل واحده كمان بعدين انا هكمل بقى الكميه مع نفسي. هنجيب بقى كميه الرز اللي احنا عايزينها حسب المحشي اللي احنا عايزينه. يعني انا جبت بزياده علشان بسم الله ما شاء الله عندي كرنب وسلقاه وهعمله، وكمان هعمل فلفل، يعني عندي فلفل الوان، والفلفل بياخد كميه رز اكتر من الباذنجان الصغير ده، واكتر من الكرنب او ورق العنب كمان. تمام. هنضيف بصله كبيره مفرومه ناعم. بصوا يا جماعه، من الشبت والكزبره والبقدونس مفرومين، نص كوبايه من كل واحده، نص كوبايه شبت، نص كوبايه بقدونس، ونص كوبايه كزبره. نفرمهم ونضيفهم للرز زي ما انا ضفتهم كده. ماشي. وبعدين هنضيف حوالي 2 ل3 طماطمات كبار، يعني هاتي كده 3 طماطمات كبار وابشريهم، او عصير في الخلاط، المهم يبقى مفرومين ناعم. انا كنت مصلصه طماطم، كنت جايبه زي ما وريتكم في فيديو السوق الفيديو اللي فات، اني جايبه طماطم كتير صلصتها، واخد منهم فيما يعادل 3 طماطمات كبار. نحط بقى توابلنا اللي هي عباره عن فلفل اسود وملح، رشه كمون وبهارات، ودي حاجه اختياري. تمام. ونضيف بقى 3 أو 4 معالق زيت او سمنه، يعني براحتكم. انا بحب الزيت في المحشي اكتر من السمنه. 3 4 معالق زيت او سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب بقى كويس عشان كله يختلط مع الرز والخضره والتوابل بتاعتنا والصلصه. خلاص نخلطهم بقى مع بعض كويس قوي. البتنجان انا قورته كله وغسلته، تغسليه بميه علشان لو في بذر جوه عالق ولا حاجه، وعشان يعني تنضفيه. تمام. مطرح ايدينا وكده. خلاص. تصفيه من الميه في مصفى. الفراخ هي متبله وقاعده مده حلوه، يعني قعدت مده حلوه لان انا عاملاها الظهريه اول ما قررت قلت لك، او يعني لو مزنوقه يبقى اعملي لها نص ساعه على بال ما تقوري البتنجان وتعملي الخلطه، يبقى اكتر من نص ساعه وكله يبقى جاهز، لان كله هيتعمل في وقت واحد. ليه؟ هنعرف انا قصدي دلوقتي في الخطوات اللي بعد كده. خليكي معايا للاخر، ولو وصلتي للنقطه دي من الفيديو تنسيش بقى اللايك الجميل بتاعك يا ست الكل. ما تيجي كلنا نصلي على نبينا. الحاجه اللي هعمل فيها، هجيب طبق الومنيوم، حاجه تستحمل الحراره، لا بلاستيك ولا ازاز يتكسر ولا اي حاجه، يعني اما زي ده الومنيوم او خزف اللي هو الصيني، حاجه يعني تستحمل اني احط ده عشان يشيل عن القاع. الحركه دي حلوه جدا، بتخلي المحشي يستوي مظبوط، ما يتعجنش، ما يلزقش في القاع، يعني حلوه جدا جدا جدا. هنحشي كل حاجه، بس في بقى حته تكايه هتغير طعم ومفهوم المحشي عندك تماما. حاجه بتطلع طعم المحشي، مش شويه رز وخلطه في المحشي. يلا بينا على البوتاجاز وهتفهمي انا قصدي ايه. طاسه بقى على النار ونقطه زيت صغيره خالص، نقطه زيت صغيره اهو. بقى الفراخ بسم الله ما شاء الله اتبلت اهي، قعدت اكتر من ساعه على بال ما جه وقت الغدا. دي نقطه زيت يا جماعه زي ما قلت لكم. هننزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم
تاخد لون ذهبي جميل كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اهو يا لهوي على الريحه ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. الريحه تجنن تجنن تجنن. ومحدش يقول زيي يا لهوي، لان انا اتلخبطت وهي حرام، الكلمه حرام. تمام، مفيش حاجه اسمها يا لهوي. يا لهوي يعني استدعاء لمصيبه، يعني حاجه لغه عربيه يعني. تمام يا جماعه، فنقول ما شاء الله تبارك الله. فانا اسفه، محدش يقول زيي علشان ما اخدش سيئه جاريه. تمام، خلاص بقى هتاخد يعني لون ذهبي على الوش ده، وبعدين نقلب على الوش التاني تاخد لون ذهبي جميل. الريحه تجنن والله العظيم، بفضل الله سبحانه وتعالى الريحه تجنن. وكل ما تقعد في التتبيله ريحه وطعم، لان يا جماعه التوابل دي يعني بتاخد برضو من التسويه، كانها بنسويها يعني، بتاخد وقت من السوى. مش عارفه افهمها لكم ازاي. يعني التتبيله دي كاني ده جزء من وقت التسويه بتاعت الفراخ، فاهميني قصدي ايه؟ فبتتشربها وبتبقى لذيذه وطعمه، فبتفرق في الناتج النهائي. خلاص كده تاخد بقى طعم جميل. والتشريحه اللي احنا شرحناها للفراخ مع الشوك ده بتعمل منظر جميل قوي 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 قوي. هتاخد لون مش هتستوي، هتاخد لون ذهبي مش هتستوي، يعني مش هنقعدها كتير. احنا اللي عايزينه من المرحله دي تاخد لون على الوش ده ولون على الوش ده فقط لا غير، ما تستويش ونقعدها بقى نسويها، لا. تمام كده. في نفس الطاسه بعد ما خرجنا الفراخ بتاعتنا بعد ما خدت اللون الجميل، هنحط نقطه زيت، لو يعني لو لقيتوا الطاسه ناشفه نقطه زيت كمان، وفصين توم مهروسين كده ونحطهم اهو يا دوبك نشم ريحته. وهنحط ايه اول ما نشم ريحته؟ هننزل بالصلصه، حوالي كوبايه ونص عصير طماطم برضو مبشوره او معموله في الخلاط. تمام كده. انا قلت لكم مصلصه فحطيت فيما يعادل كوبايه ونص عصير طماطم، وكمان معلقه كبيره اهي، معلقه كبيره معجون طماطم. يبقى كوبايه ونص عصير طماطم ومعجون معلقه كبيره معجون طماطم. الحركه دي بتفرق جدا جدا جدا، وهنشوف دلوقتي مع بعض اقصد ايه. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، رشه فلفل اسود كده، ملح، رشه كمون، ورشه سكر. وهنخلي الكلام ده يغلي من 7 ل 10 دقايق كده لحد ما يتقل، وهنشوف هنكمل ازاي. عملنا الفراخ وعملنا الصوص، يلا بينا نحشي الباذنجان، يلا بينا. هنجيب بقى الطبق بتاعنا اللي احنا سيبناه ينتظر كتير، ما ينتظرش بقى اكتر من كده. نحط حوالي نقطه زيت حوالين الطبق كده في القاع، علشان لو قلبت لو حبيتي تقلبي الحله بالمحشي ما يلزقش، وفي نفس الوقت بيدي لمعه جميله جدا. هنجيب بقى الصلصه اللي تقلت بعد 10 دقائق كده، تقلت وريحتها تجنن تجنن، وتفرق معاكي جدا جدا جدا. تاخدي المحشيه بعد ما تستوي وتحطي في الصلصه وتاكلي، وممكن بعيش. خطيره 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 خطيره، جربيها وادعي لي. الباذنجانه 3/4 فقط لا غير، علشان لما تيجي تستوي الرز بيطلع لفوق، بيملى ثمره الباذنجان، فلو حطيها للاخر هيخرج بره الثمره ونعجن الدنيا ونبهدل الدنيا. ونرص بقى، حطينا نص كوبايه قلت من الصوص الخطير ده، حوالي نص كوبايه تحت كده، ونرص عليه حوالين الطبق. بعدين نرص عليه الباذنجان زي ما انت شايفه كده. شايفين انا عامله ازاي؟ عارفين الطوب الاحمر لما كنا نيجي نرسمه، بنرسم كده طوب، والطبقه الثانيه بتبقى اهو زي ما انتم شايفين. مش عارفه يعني اقول لكم قصدي ايه، لكن انتم زي ما انتم شايفين الباذنجان تحت الطبقه الاولى، والطبقه الثانيه اهو تبقى عند الفتحه نحط الثانيه زي ما انتم شايفين بقى انا اقصد ايه. وبعدين نكمل كده اهو على الطبق. حركه الطبق دي بتفرق جدا في التسويه، كل حاجه بتاخد حقها، واللي تحت ما بيتعجنش ولا يعني يتهدر حقه، لان الشوربه كلها بتبقى عامله وبتوزع الحراره. فكره حلوه جدا جدا جدا، جربيها وادعي لي. بقيت بقى الصوص الجميل، او مش كله، انا لسه هعمل محشي تاني. انا حطيت برضو حوالي حبه حلوين كده على الوش، مش على الفراخ، انا عايزه الفراخ بلونها الذهبي الجميل ده. تمام. وبقيت بقى رصيت بقى الفراخ عليها، والزيت الطعامه اللي نازله من الفراخ رشيته على الفراخ. خلاص كده فاهميني يا جماعه. وبعدين بقى شويه شوربه دافيه او مغليه
شويه شوربه دافيه او مغليه او ميه مغليه، وبهدوء خالص بالراحه عشان ما نبهدلش الجمال اللي احنا عملناه ده. من الجنب تقومي حاطه شوربه او شوربه فراخ يعني، او ميه مغليه من الجناب كده، توصل لنص الباذنجان فقط، لنص الباذنجان فقط، ما نغرقش الدنيا، ونحط طبق ونغطي اهو زي ما انتم شايفين. حطينا طبق يعني حطينا طبق قبل الغطا، لكن ما نتكش قوي عشان ما نعجنش الحاجات. انت بتحطي الطبق بس علشان تكتم الحراره، والبخار اللي طالع، البخار اللي طالع من الشوربه والصوص والحاجات دي كلها هيسوي الفراخ. تمام، يبقى احنا هنسوي الفراخ على البخار. يبقى احنا ادينا الفراخ تشك في الاول ولون ذهبي جميل، لكن هنسويها على وش المحشي بالبخار اول 10 دقايق تغلي غلوه حلوه كده، نار عاليه. اول 10 دقايق تغلي غلوه حلوه على البوتاجاز، نار عاليه، وبعدين تهدي النار خالص، يعني 45 ل 60 دقيقه تكون كل حاجه استوت، والفراخ استوت وبقت زبده، والباذنجان بقى خطير خطير خطير. تمام يا جماعه، فاهميني؟ يبقى الغطا اللي هنحطه على وش الفراخ بالباذنجان ده مهمته يعني يحتفظ بالحراره اللي هتسوي لنا الحاجه بتاعتنا، بس ما نتكش ومش حاجه تقيله قوي نعجن الدنيا. واول 10 دقائق نار عاليه تغلي غلوه حلوه، وبعدين نهدي النار 45 ل 60 دقيقه، ويبقى عندك ألذ واطعم واحلى محشي في الدنيا. وعملت بقى، جبت فلفل الوان، ابني ما شاء الله تبارك الرحمن بألف هنا وشفا يا رب على قلوبهم يا رب، وعيش واعمل لهم ان شاء الله باذن الله. ربنا يا رب يحفظ لنا اولادنا. بيحب الفلفل الالوان قوي، او الفلفل عموما. قال لي يا ماما احشي لي فلفل، فرحت حاشياله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله استوى وبقى جميل 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 وخطير. الصوص الطبق مهمته ايه؟ سوى المحشي من غير ما يبقى الباذنجان او المحشي بتاعك، سواء ورق عنب او ورق كرنب او اي حاجه، او كرنب يعني، او اي حاجه تحت في القاع بقى، يعني نايم في الشوربه والصوص، لا. تمام، حتى لو شربها بيبقى الطبقه الاولانيه دي بتبقى معجنه منك، لا. الطبق بيرفع المحشي بتاعك، بيستوي من غير ما يكون نايم في قلب الصوص والشوربه، فبيسوي الحاجه، والصوص بيبقى تحت، بيبقى فيه شويه صوص كده تقيل تحت. بعد ما غرفنا رحنا مرشرشين على المحشي طعامه، طعم شويه صوص خطير خطير اهو زي ما انت شايفه. حطينا على كل المحشي بتاعنا شويه صوص، وكمان طبق على جنب فيه ندعه الصوص اللي فاضله، وما بيبقى شويه يعني قليله مش كتير قوي، بس بيبقى تقيل ومتسبك وطعمه وريحته خطيره خطيره خطيره. حطي بقى جنبها طبق الصوص ده، وهاتي كده الباذنجانه وحطي كده في الصوص، وكلي وادعي لي، وكلي وادعي لي. مش هقول لك اكتر من كده. الف انا والشفا. كانت غدوه لذيذه قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله. الفراخ استوت، الفلفل حطيته عشان هو بيستوي بدري شويه عن الباذنجان، حطيته في طاسه لوحده سويته، والفراخ بالبخار استوت، وكل حاجه تمام التمام، واكله مش قلنا يعني عملنا محشي وخلاص، لا، ده محشي عال العال ومزاج المزاج. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا الوصفه الجميله دي واللذه دي مع اصدقائكم واحبائكم علشان تعم الفايده. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه تانيه جديده من وصفات قناه هانو مود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.